اهلا بكم من جديد. رجعنا لكم بعد الفاصل، ويسعدني ان انا يكون معايا في الاستوديو 2 من ضيوفي النهارده كابتن عبد النبي عاشور مدير مدرسه الكوره في النادي الاهلي. اهلا بحضرتك يا كابتن. وطبعا معايا الكابتن ابراهيم محمد نائب مدير قطاع الناشئين في نادي انبي والمدير الاداري لنادي انبي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. كابتن ابراهيم، عايزين نبدا مع حضرتك ونعرف يعني النهارده كان في المهرجان ما بين الاهلي وانبي في اهلي مدينه نصر عشان يعني الشعار بتاع لا للتعصب ونعم للروح الرياضيه طبعا. فايه راي حضرتك في المهرجان اللي حصل النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي واداره قطاع الناشئين بالنادي ممثله في الكابتن عامر والكابتن عماد النحاس على الدعوه. مش عايز اقول ان الموضوع متاخر، يعني كان المفروض هنبتدي بدري لولا الظروف اللي مرينا بيها كلنا. نعم. والموقف العصيب اللي كنا فيه كلنا كمصريين. ولكن هي خطوه هنعتبرها ان شاء الله بدايه لارساء قيم ومبادئ وتعليم النشء، وتعليم برضو الكبار وتعليم كل من هو في المجال الرياضي انه يبتدي يفكر بعقليه ثانيه مختلفه بعد الاحداث العصيبه اللي احنا عشناها. فبمشيئه الرحمن يعني هي كانت حاجه جميله جدا، وان شاء الله هتكون بدايه، لان من النهارده المفروض كل واحد يبتدي بنفسه. يعني احنا حتى ككبار بنقول المفروض ان احنا نتعلم من اخطائنا اللي فاتت. وقلنا للاولاد كده. احنا اذا كنا بنقعد بره مشدودين على حكم في لعبه في مش عارف ايه في الكلام ده كله، كل ده لازم ان شاء الله يتغير. فدي ان شاء الله بدايه، واتفقنا مع الكابتن عامر انها هتكون في جميع المحافظات، وهنتحرك مع النادي الاهلي جنبا الى جنب، والزمالك والمقاولين والانديه الكبيره المحترمه اللي بتتعامل في قطاعات الناشئين، بحيث ان احنا نرسم مبادئ وقيم للاولاد لعل وعسى ان الامور ترجع تاني. رياضه هي اللي رياضه مش اكتر. طيب كابتن عبد النبي، يعني من وجهه نظرك ايه هي اهداف هذا المهرجان؟ وشايف ان المهرجان ده مع نادي انبي والمهرجان اللي فات مع نادي الزمالك هل حقق اهدافه ولا لا؟ والله اولا باسم النادي الاهلي بنشكر نادي انبي ومجلس الاداره، وطبعا هم ناس محترمين وشرفونا النهارده، والكابتن عامر كان وجه لهم الدعوه، وهم برضو اتصلوا بالكابتن بحيث ان هم يرتبوا اليوم زي ده، والحمد لله اليوم مشي كويس. وطبعا بنشكرهم على الروح الطيبه، سواء كانت نتيجه كده وكده مفيش مشكله، احنا كلنا في المجال مع بعض. فده بالنسبه لي ده هو اهم حاجه. الشيء الثاني اهداف المهرجان ان احنا نعمل نوع من التآخي بين الاولاد، ندي انطباع لاولياء الامور وللناس كلها ان الكوره هي عباره عن رساله للناس كلها، ان سواء انبي او الاهلي او الزمالك او اي فرقه، في النهايه النتيجه او خصوصا في المرحله العمريه الصغيره دي نتيجه مالهاش قيمه. احنا عايزين نعمل نوع من التآخي ونوع من الود. والنهارده كان الولاد شكلهم ممتع، هم بيلعبوا مع بعض رغم ان هم بيلعبوا ضد، ولكن في النهايه سلموا على بعض، وفي النهايه كانوا مبسوطين ببعض. ودي حاجه كان اهم رساله عايزين نوصلها للناس كلها، سواء من ماتش النهارده او كان مهرجان نادي الزمالك. لكن مهرجان نادي الزمالك كان للاسف او للامانه هو كان يوم ممتع، بس هو كان نوع في ميكس من الولاد، فكنا نتمنى برضو يبقى زي النهارده. ما كانش في نوع من الجديه اصلا يعني هي الجديه كانت حته الميكس مدى انطباع من نوع من الروح كانت برضو اقل شويه، لكن النهارده في الروح افضل، انك انت بتلعب في منافس وفي خصم، فبتستفاد من اليوم. ونتمنى زي ما تكون بنفس الشكل، لكن ان شاء الله انا كلمت الكابتن ابو رجيله وان شاء الله نعملها في صوره مباريات ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. اكيد الكل مبسوط طبعا من المشاركه في هذا المهرجان. تعالوا نشوف الكابتن محمد عامر صاحب الفكره اتكلم وقال ايه عن مهرجان النهارده وبعض برضه اللقاءات مع مدربي الفريقين. احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه، خاصه الظروف اللي احنا بنعيشها النهارده او بتعيشها مصر كلها النهارده. احنا عاوزين معانا نشء صغير وعايزين نتعلموا شيء او نعلمهم شيء، ان هم يبقوا عندهم تسامح، عندهم انتماء، ويعرفوا ان الرياضه دي ما هي الا رياضه تنافسيه. تنافسها بيستغرق بس 90 دقيقة أو الوقت اللي بيبقوا فيه في المستطيل الأخضر، وبعد كده هم في الأول والآخر هم أولادنا كلهم، سواء كان
لاعيبتنا في النادي الاهلي او لاعيبه انبي او لاعيبه المحله او لاعيبه الزمالك، فكلهم ولادنا واحنا لازم نربيهم على انهم يبقى في شيء من الحب في الملعب، نعودهم احنا عليه واحنا نساعدهم. فكره ممتازه بصراحه، يعني مش عايز اقول طبعا بعد احداث بورسعيد، يعني من الحاجات الايجابيه اعتقد اللي استفدنا بيها احنا في قطاع البراعم. وبالنسبه برضو للنادي الاهلي، الدعوات طبعا اللي وجهها النادي الاهلي لبعض الانديه ان هو يعمل مهرجانات للبراعم، يعني شعارها لا للتعصب، ودي من الحاجات الكويسه جدا. والاول ما اتعرض علينا الامر طبعا مجلس اداره النادي وافق على طول، والكابتن امام محمدين مدير القطاع، وعرفنا ان هي فكره كويسه، لان احنا فعلا بنزرع في الاولاد في السن ده يعني المنافسه الصح، ان انا فعلا بنافس، بس خسرت ما فيش اي مشكله، بسلم على المنافس وبنسلم عليهم ونقول لهم طبعا مبروك، نعلمهم دي من صغرهم، على اساس ان احنا ما نغرسش التعصب طبعا بالنسبه للاجيال اللي طلعت والمشاكل اللي بتحصل دلوقتي. فبنتمنى ان احنا طبعا نغرس البذره دي، وبتكبر معانا احنا كجهاز ناشئين بصفه عامه لحد ما يطلع الفريق الاول طبعا، او على الاقل بنقللها نسبيا. يعني الفكره دي هايله جدا، وخاصه في الاعمار السنيه اللي هي صغيره. ليه بقى؟ لما نيجي نربي النشء اللي هو الصغير 8 سنين و9 سنين و10 سنين لغايه 97 مثلا ولا بتاع، فالاولاد بتاخد فكره على عدم التعصب، خاصه انت زي ما انت شايف دلوقتي الاولاد بيسلموا على بعض، اولياء الامور لاول مره اولياء نور في نادي انبي وفي نادي الاهلي بيقعدوا جنب بعض، فديت لما الولد من صغره هينشأ على عدم التعصب وعلى ان دي لعبه كوره وفي مكسب وفي خساره، اللي يكسب نقول له مبروك واللي يتغلب نقول له هارد لك، ونمشي حبايب واخوات من الملاعب، لان هو السبب في التعصب واللي حصل والمأساة اللي حصلت ديت ان النشء طالع على ان ده زمالك ده اهلي ده انبي ده اسماعيلي. انما لو دوبنا كل الفروقات ديت وعلمنا الناس زي بره ان ديت مباراه كوره، والناس كلها بعد ما بتخرج من الماتشات معظمهم بيسلموا على بعض سواء اولياء امور او لعيبه، فدي فكره كويسه جدا ونشكر النادي الاهلي عليها، ونحاول نكررها كتير عشان خاطر زي ما بقول لحضرتك يبقى النشء كله طالع، مفيش تعصب في الانديه. احنا النهارده يوم بنيجي جينا يوم ده النادي الاهلي دعانا اليوم رياضي تحت شعار لا للتعصب، بحيث ان احنا نخلي الاولاد الصغيره نعلمها ازاي ان هي وهي تلعب تكسب تخسر يبقى في روح رياضيه، تتقبل هزيمه وتتقبل الفوز، بحيث انها لما تبتدي تتدرج معاهم في بالنسبه لقطاع الناشئين وقطاع الفريق الاول يبقى عندنا روح رياضيه نتقبل الهزيمه والخساره. احنا كمجلس اداره نادي انبي بينتهز الفرصه دي وبيقدم الشكر للنادي الاهلي على استضافنا اليوم في المهرجان واحتفال لا للتعصب ولا للعدوانيه ولا للاحتقان، لان المفروض ان احنا نعود ولادنا الصغيرين على كده. اللي لازم نعرفه ان الناشئ الصغير ده اسهل حاجه فيه انه يحفظ، يعني احنا لو عايزين نحفظ قرآن هنحفظه للصغير اسرع من الكبير، فاحنا المهرجان ده هيعلم الولاد ويحفظهم الحب والانتماء والولاء ومفيش احتقان مفيش عصبيه مفيش عدوانيه، فده مهرجان جميل جدا وعظيم جدا، واحنا من الملعب ده بنقدم تعازينا لأسر الشهداء وللشهداء نفسهم، واحنا بنشكر النادي الاهلي على موقفه العظيم تجاه اسر الشهداء والشهداء نفسهم، والموقف العظيم اللي واخدينه مجلس اداره، لان ده حقهم وده حاجه طبعا ما تسكتش عليها، وحاجه كانت صعبه وكانت لا يمكن حد يتصورها.